بيصدر ل 106 دولة، وعمل أول مصنع ليه في قلب الصحراء، وليبيا كانت وش السعد عليه، وعنده أسطول عربيات وطيارات مفيش زيه، وثروته سر كبير محدش يعرف عنه حاجة. رجل الأعمال محمد أبو العنين إزاي بدأ حياته، وأول صفقة عملها كانت إيه، وثروته وصلت لكام؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معايا في الفيديو ده. محمد أبو العنين الراجل ده مش مجرد رجل أعمال ناجح، ده قصة كفاح ونموذج لأي شاب بيبدأ من الصفر وعايز يوصل للعالمية. الحكاية عن صانع الأمل وعملاق الصناعة المصرية محمد أبو العنين. محمد أبو العنين اتولد في القاهرة سنة 1951، ومن وهو صغير في مدرسة السعدية الثانوية كان باين عليه الذكاء والطموح. اتخرج من كلية التجارة في جامعة حلوان سنة 1973، وفي وقت كان الكل بيدور فيه على وظيفة ميري هو قرر يخوض مغامرة السفر. وحسب تصريحات في بودكاست كلام بيزنس، أبو العنين بدأ رحلته في ليبيا بمبلغ بسيط جدا، وعمل أول صفقة تجارية ب 6000 دينار ليبي لما استورد سلك شائك، ومن هنا بدأت عينه تفتح على الفرص الكبيرة. ولكن قلبه كان دايما في مصر، ورجع سنة 1976 وقرر يدخل مجال استيراد السيراميك الإيطالي، ومن هنا جات له الفكرة. وقتها سأل نفسه ليه بنستورد وما نصنعش احنا وبأحدث تكنولوجيا في العالم. سنة 1979 أخذ القرار الأصعب وأسس أول مصنع سيراميك في مدينة العاشر من رمضان. المدينة وقتها كانت صحراء جرداء لا فيها مية ولا نور، لدرجة إن شريك الإيطالي خاف يكمل معاه، بس لما شاف في عينه الإصرار وافق، وافتتحوا المصنع سنة 1983 ب 300 عامل بس. النهاردة سيراميكا كليوباترا مش مجرد مصنع، دي بقت إمبراطورية فيها أكتر من 25 ألف مهندس وفني وعامل، وبتصدر ل 108 دولة، وبقت ثالث أكبر شركة في العالم في مجالها، لدرجة إنها قدرت تكسر أصعب شروط الجودة وتغزو السوق الياباني، وبقت أكبر مصدر مصري لليابان. الحقيقة إن أبو العنين تقدر تقول عليه راجل بتاع كله. دخل مجال الزراعة بشركة كليوباترا للإنتاج الزراعي علشان يساهم في الأمن الغذائي، ودخل مجال السياحة بفنادق ومنتجعات عالمية في شرم الشيخ ومرسى علم، وحتى التكنولوجيا كان ليه فيها السبق، وأسس أول شركة للكروت الذكية في مصر وإفريقيا. والجميل إن نجاحه ده ما خلاهوش ينسى دوره الوطني، فكان دايما رجل المواقف الصعبة اللي بيدافع عن مصر في المحافل الدولية، وشغل مناصب برلمانية واقتصادية دولية تقيلة جدا زي رئاسة البرلمان الأورو المتوسطي والمستشار الاقتصادي للأمم المتحدة. وعلى المستوى الإنساني هو مؤمن بجملة واحدة دايما بيكررها: المال مال الله ونحن مستخلفون فيه. وعلشان كده لما تسأله ثروتك كام بيرد بكل ثبات ويقول معرفش، لأنه مش مركز في الأرقام والحسابات البنكية. وعلى فكرة أبو العنين عنده عشق خاص للعربيات والطيارات، وده اللي أكده بنفسه لما ظهر بعربية بوجاتي قلبت السوشيال ميديا وبقى ترند وقتها، وساعتها قال إن العربية دي عنده من سنة 2006، وإن وقتها ما اشتراها كان يورو تقريبا ب 8 جنيه، وكان سعرها وقتها معقول جدا، وهو لحد دلوقتي محافظ عليها لأنها إصدار محدود جدا. وقال كمان إن العربية دي نادرة لأنه تم إنتاج عدد قليل منها، مش أكتر من 30 عربية بس، وده اللي خلاها دايما تلفت الأنظار، وكل ما حد يشوفها بيصورها لأنها ليميتد إديشن ومش منتشرة. وأكد إنه مش ناوي يبيعها رغم قيمتها الكبيرة دلوقتي، وقال إنه بيحب العربيات السريعة وكل ما يسافر أوروبا بيشغلها ويجربها على الأوتوستراد. وكمان قال إنه بيحب عالم الطيران جدا، وجرب الطيران بأحدث الطائرات في العالم، وبيشوف إن الطيران مش صعب بس محتاج دراسة وتدريب كويس جدا، لدرجة إن ناس كتير قال إن عنده أسطول طيارات مش طيارة واحدة بس. وقال إنه لف العالم كله بالطيران، وعنده اهتمام كبير بتكنولوجيا الطيران الحديثة، ودي بالنسبة له هواية خاصة. انت بقى قول لنا، تفتكر راجل زي محمد أبو العنين ثروته وصلت لكام دلوقتي؟